بلدنا بجد هتبقى اجمل وفي ظرف وقت قصير قوي. هتبقى في مكانه تانية خالص. استني انا اللي هقوم افتح نبطي هنا. شعب قوي، لازم نبقى اقوى شعب زي ما احنا نستحق كده. يعني انجح شعوب في الدنيا هي اللي بتبقى عندها التشابه. عندنا قصه. مساء الخير يا ست نعيم. ايوه يا ست نعيم، منى كلمتني وحكت لي على كل حاجه. في الحقيقه انا مش شايف اي مشكله في اللي حصل مني. ممكن تخطفي رجلك لحد الشركه وتسالي، هتلاقيني بعمل جمايل وخدمات اكتر من كده مليون مره للموظفين اللي شغالين معايا، وجمايل بدفع فيها فلوس بجد، مش زي معاكي قلت اني دفعت. كتر خيرك، كتر الف خيرك يا باشا، ربنا يقدرك كده على مساعده الناس. مش مصدقاني؟ زي ما اكون بسرح بيكي، مش كده؟ خلصت كلامك؟ تعالى بقى نتكلم على المكشوف، بما ان حضرتك جيت لي لحد هنا. لا لو على المكشوف يبقى لازم اسمع لك طبعا. الكلمتين اللي حضرتك قلتهم لي دلوقتي ما فهمهمش، ومجيتك عندي النهارده تحسسني بعوق اكتر. دي لو موظفه عندك بقالها سنين ما كنتش هتعمل كده. اشحال دي لسه متعينه عندك من يومين 3، تنزل وتهز هيبتك بجلالة قدرك وتيجي تطلعني من الاسم وتجيلي لحد هنا عشان تشرح لي؟ اهدى، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ هي الناس فجأة كده بقت تحب بعضها لله في لله؟ مفيش حاجه لله في لله يا ست نعيمه، انت بس اللي مش عارفه قيمه بنتك في السوق بتاعنا. انا محتاج دماغ منى ممكن تكسبني فلوس كتير قوي، اكتر بكتير من اللي انا قلت اني دفعته. ولما اعمل جميله زي دي وانزل بنفسي مره واتنين زي ما بتقولي، ده اسمه تقدم السبت عشان تلاقي الحد، عشان لما نيجي نمضي العقد او يبقى في اي معاملات ماليه ما بيني وما بينها تشيل الجميله. ولو جت شركه تحاول تاخدها من عندي، هي من نفسها تقول لا، ده الراجل ده وقف جنبي في يوم من الايام. ده اسمه بيزنس يا ست نعيمه. على العموم انا مش جاي اضغط عليك ولا جاي اغير لك فكره ثابته في دماغك، وطبعا ما اقدرش اجبرك تعملي حاجه، انت حر، دي بنتك وده مستقبلها وانتوا احرار. انا بس حبيت اشرح موقف اعمل اللي عليا يعني. بس خليني قبل ما امشي بس اقول لك حاجه، لو فضلتي عندها مع بنتك كده هتضيعي عليها فرصه عمرها، ومش هتكلم اكتر من كده تفتكري ان انا عندي غرض شخصي ولا حاجه. فوتك بعافيه يا ست نعيم. هو الجدع ده قال ايه؟ انا مش فاهم. كان بيقول لك خلي بالك من بنتك يا ماما. ألف هنا وشفا على قلبك يا حبيبتي. مش هتسمميني المرة دي بكلامك يا حماتي عشان ابطل اكل. هفضل اكل برضه عشان انا جعانه. لا ما احنا عارفين، ده انت لسه طالعه من حجز. الف هنا. عقبال ما نجيب لك بعد خروجك يا نجاة. نغرف لك تاني؟ لا يا اختي خليكم فخادين، انا معوزه بقوم اغرف بنفسي. حودة الحمد لله على السلامه. ها جبت الميكروباص؟ يا اختي قولي الحمد لله على سلامته الاول. بكره الصبح يا سماح الراجل هيجي الفجر من المحل ان شاء الله. ايه يعني مش هتفسح بيه النهارده؟ لا اللوم عشان تعرفي تتكلمي، وانت يا بنت قومي حضري لي غير نضيف عشان اخش اخد دش. كلي يا حبيبتي كلي. اكل ايه يا اختي؟ اللي ولا حته لحمه ولا حته زفر، كانت نيله. ما هو الحق مش عليكي. يعني انت ناوي تعمل ايه؟ معرفش، هو قال هيشغلنا معاه في السنتر، وادينا ما شفناش حاجه لحد دلوقتي. يا عم هات معاه النهايه بقى وننجز بقى في الحوار. ما تشوف بس موضوع الاصولات اللي الحاره كلها ملطوطه فيه ده. العظيم انا دماغي ورمت من الحوار ده. بقول لك ايه كرم اهو، تعالى نساله. تعالى نساله يا عم يلا. السلام عليكم يا كرم. وعليكم السلام ورحمه الله. خلاص حاجه سمعناها ده يا كرم. سمعتوا ايه؟ الفعلا ست ام منى سدد الفلوس للحاج نور في الاسم. سددها وخلصنا، ولا اسمعوا بيلسن على ام منى ولا بيتها هعمل معاه اسخن من اللي عملته في ابو الحاج بتاعكم ده. يا عم احنا مش بنلسن. طب بالراحه بس يا كرم، يعني نور دلوقتي ملوش حاجه في البيت بتاعكم ولا يقدر يهوده. عقبالكم. عقبالنا ايه بس؟ كل سنه وانت طيب.
هو احنا ولا اهالينا حالتنا حاجه عشان نسدها؟ بصراحه بقى اللي انا اعرفه ان اللي ليه بيت ما يسيبوش حتى لو يتهد فوق دماغه. اللي مش على اللي ممسوك عليه وصولات يا حسني، دول غلابه وربنا يرزقهم. اللي على اللهبل اللي باع بمليم. تشكر يا كرم. ايه يا عم؟ هتعمل ثوره في الحته ولا ايه؟ ولا ثوره ولا هم، هي ناقصه. ما طلعت خمت. فلت ولاد الكلب، البيت بقى بتاعهم. يعني منهم للي عايز يشتري عدل واطلع منها يا عم نور. ده ممكن يطلعوا منه بأرنب ولا 2 ولاد المحظوظه. يا عم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. اقل لما هدوا على دماغهم. كده كده المنطقه دي هتستوعب بالارض قريب. يا عم مش صاحبك ده؟ ماليش صحاب. اشربوا يا رجاله. نور، أنا هتسجن يا منصورة. ليه؟ ايه اللي حصل؟ تعال ادخل ادخل. الحمد لله ان جوازتك الاخرانيه طولت يا حاج. انا قلت يمكن لقيت الست اللي تستريح معاها. استعبطي. انت عارفة كويس أوي إن أنا بستريحش غير معاكي. وماله بقى؟ هي اسمها ايه؟ اسمها سمية باين؟ معلش يا حاج اعذرني نسيت، اصلي مش ملاحقه احفظ اسامي وراك. حقك يا منصورة، اضربي زي ما انت عايزة، حسسيني انك عاتبة وشايلة. براحتك. انا لا عاتبه ولا شايله، صلى على النبي. مفيش الكلام ده يا حاج. انا مش من حقي ان انا اتكلم اساسا. انا بقالي سنين ساكته وبسمع وبس. وانا جاي النهارده عشان اسمعك. اتكلمي يا منصورة. اتكلم؟ اتكلم اقول ايه؟ انت عايزاه؟ جد؟ يعني طيب اقول كلام جد ولا كلام طبطبه وتطيب خاطر؟ قول يا حاج، دوس على الزرار اللي يعجبك عشان اقول كلام يريحك. منصورة. طب نقول الجد بقى. تزودتها المره دي قوي يا حاج. افتريت زياده عن اللزوم وكأن مفيش حد في الدنيا دي كلها غيرك. ولاد ناس زي ابنك دول اللي انت عايز تشردهم، سواء نعيمه او غيرها. لو كنت عايز اشردهم كنت لعبتها قرار ازالة، انما انا صبرت عليهم وهعوضهم كمان. طالما قلتها تبقى في نيتك، وان زنقت معاك الدنيا هتطربقها فوق دماغهم. حقي. ارض ابويا. دلوقتي بقى ابوك؟ طب انا هسألك سؤال واحد يا حاج. من ساعة ما ابوك مات لحد دلوقتي عيطت عليه مرة واحدة؟ ما حصلش.